السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بافضل حال. فيديو النهارده يا بنات من حبيتين بطاطس بس عملنا وجبه غدا او عشاء او فطار او سحور او لجوع اخر الليل. وصفه النهارده تنفع لكل الاوقات، اقتصاديه جدا واخر لذاذه. معايا طاسه رفعتها على النار، نزلت بمعلقتين كبار من الزيت، حبيتين كبار من البطاطس مقطعاهم مكعبات متوسطه زي ما انتوا شايفين، وهبدا ان انا احمر البطاطس اديها تقليبه من كل وقت للتاني كده لحد مكعبات البطاطس دي يا بنات ما تاخد اللون الذهبي زي ما هتشوفوا دلوقتي. البطاطس اخدت اللون الذهبي الحلو ده. دلوقتي بقى هنزل يا بنات ببصلايه متوسطه الحجم مقطعاها قطع صغيره بالسكينه، وهديها تشويحه مع البطاطس تقريبا كده نص دقيقه بس. بعد كده هنزل ب3 فصوص من الثوم مفرومين ناعم، وهديهم تقليبه واحده بس كده مع البطاطس والبصل يدوب ريحه الثوم تظهر. كل مدى لو تلاحظوا تلاقي ان لون البطاطس اغماء، لان طبعا هي على النار بتحمر كل مدى، فحاولوا ما يكونش لونها غامق في البدايه. هنا معايا بنات حوالي قرنين شطه خضر قطعتهم قطع صغيره. يا سلام لو عندك فلفل الوان يبقى عظمه، ضيفي فلفل الوان براحتك. اديتهم تقليبه كده يدوب بس عايزه ريحه الشطه تظهر. هبدا انزل بعصير الطماطم، معايا حوالي كوبايه كبيره من عصير الطماطم ضربتها في الخلاط. اما التوابل بقى معلقه صغيره من البابريكا، الكزبره الناشفه، نص معلقه من الفلفل الاسود، وظبطي الملح حسب ذوقك. الطماطم يا بنات ممكن تبشريها او ممكن تخرطيها بالسكينه حسب ذوقك، لكن انا بصراحه حبيت ان انا اضربها في الخلاط هيكون افضل. اديهم تقليبه بقى وهدي النار خالص، واسيب الكلام ده كله كده يتسبك مع بعض، وتقريبا هياخد حوالي 5 دقايق بس تابعيه ما تمشيش من جنبه، والنار يا بنات تكون متوسطه، وطبعا نغطيها عشان البطاطس تستوي. بعد السوائل اللي موجوده في الطماطم اتبخرت، اديها تقليب، ما تبالغيش بقى في التقليب من هنا ورايح عشان البطاطس ما تتهريش. زودتها نص كوبايه من الميه، ميه عاديه من الحنفيه، وهزيت كده الطاسه او حركتها بايديا عشان ما عادش اقلب بقى تاني تغلي. بعد ما ضفت الميه اسيب البطاطس تغلي، وهبدا انزل بالبيض. انزلي بقى بحبات البيض زي ما انت عايزه، 4 5 العدد اللي انت حباه، ان شاء الله لو بيضه واحده عادي خالص. حسيت كده ان البيض عايم على الوش، فاديته يعني دغزه كده بالاسباتيلا بس علشان ينزل، وهدي برضو النار ما زالت هاديه على فكره طول الوقت، والنار هاديه، واغطيها واسيب بقى البيض يستوي. في الوقت ده في حاجة إضافية أنا ضفتها كده من عندي، لو عايزة تستغني عنها تماما استغني، مش هتقلل أبدا من طعامة الوصفة. ضفت كده رشة من الجبنة الموزاريلا، وممكن تستغني عنها تماما. بعد ما ضفتها برضو هغطي تاني عشان الجبنة كده تدوب، وهسيبه بس تقريبا يعني من دقيقتين 3 البيض يستوي، مش أكتر من كده. بعد كده يا بنات زي ما انتوا شايفين الطاسة استوت، ريحتها تحفة والطعم خطير بجد. دي اسمها شكشوكة البطاطس، وجبة كده خفيفة وسهلة واقتصادية، عايزة تعمليها للفطار ماشي، للغدا ماشي، للعشاء، لجوع اخر الليل، حتى سحور رمضان تنفع جدا. هتجهزيها في 10 دقايق بس، صحية ومش مكلفة، كل مكوناتها بسيطة وموجودة في البيت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.